السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم متابعي تيلكو بايتس بالعربي. وحشتونا. يعني عدى تقريبا قد ايه، سنة ونص، سنتين، ولا بلاش نتكلم بقى في الموضوع ده. هو كله كان بسبب باسم، يعني ربنا يسامحه يعني. بس إن شاء الله مش قوي يعني، بس يعني راجع قوية إن شاء الله، وموضوع قوي. يعني موضوع أخد اتنشن كبير جدا في السنوات الأخيرة. احنا مش هناخد نفس الموضوع، احنا هناخد الوجه الآخر بتاعه. السنين الأخيرة كان في الهايب بتاعت ال AI والالجوريزمز بتاعت ال AI وكده. بس طبعا ما شاء الله، يعني المحتوى العربي بتاعها فوق الممتاز. في عتاولة كتير جدا في المجال دوت، ما شاء الله، عمر ماهر، أبو بكر السليمان، وغيرهم كتير. يعني كفرنج الالجوريزمز والسوفت وير انجينيرنج اسبيكتس بطريقة ممتازة. احنا بقى ان شاء الله ناويين بقى على ايه يا باسم؟ بص، هو احنا بقى المره دي هناخدها من ناحيه تانية شويه بالهايب الكبيره اللي طالعه في الاي اي، الانفراستراكشر نفسها. يعني احنا محتاجين بإذن نتكلم الله. عن الاندرلاينج لايرز او الانفراستراكشر اللي كل حاجه من اللي احنا بنشوفها النهارده بتتبني عليها. صح، الانفراستراكشر المظلومة. اللي هي الحاجه، بص انا اقول لك حاجه، يعني هي ما كانتش مشهور قوي ان انت تتكلم عن الانفراستراكشر، لان بالنسبه لها الموضوع كان يعني بسيط، يعني اللي هو حاجه اتعملت مره وقت التريننج وهنفهم يعني ايه برضه التريننج والحاجات دي كلها. بس هي دلوقتي بقت مهمه اكتر من كتير من مده طويله فاتت. يعني النهارده لو هناخد مثلا اليوزر العادي اللي هو انا وانت او الناس كلها، يعني اغلب الحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي عن الكونسبت بتتكلم عن حاجات زي اوتوميشن. لو تعرف تقول اسمها ان 8 ان بقت مشهوره قوي في موضوع الاوتوميشن والاوركستريشن، شكلها ازاي. كميه موديلز عماله بتطلع من الصين، ديب سيك، وين جي ال ام كي 2، الحاجات دي كلها. ولو انت سوفت وير ديفلوبر هتلاقي ان في شيفت بارادايم، شيفت كبير قوي بيحصل ناحيه الاي اي، بس من ناحيه الكودينج. يعني هتلاقي حاجات بتظهر زي لانج تشين، لانج جراف، لانج سميث، يعني فريم ورك كبيره. في جزء بقى الناس يعني مش مهتميه بيه او مش عارفه الحاجات دي مبنيه على ايه، على الانفراستراكشر صح، شكلها ازاي يعني. صح، صح. عايز اقول لك الناس برضو حاجه تانية، متخيلها انت كده، لو عارف، تشوف حاجه متخيلين مثلا. الانفراستراكشر بتاعت الاي اي زي الكلاود كده. يعني الناس عندها مسكونسبشن الكلاود دي كانها السحابه. فبرضه كأن الاي اي ورك لودز دي يعني بترن على الله اعلم ايه، يعني مش فارق معانا. وهي دي مشكله صح كبيره. صح فاكر صح. كنا نتكلم دايما السوفت وير انجينيرز، انا بالنسبه لي النتورك والانفراستراكشر دي انا مش عاوز اشوفها. انا عاوز من A ل B وصل لي الداتا وماليش فيه يعني. فاحنا ان لاير شاء 2، عايز الله. اكبر لاير 2 موجوده وخلاص، يعني بالظبط. بالظبط، وده كان حقيقي. كان في ناس في الداتا سنتر كان يقول لك انا عاوز لاير 2 كبيره وخلاص. يا عم لاير 2 دي ما فيش الكلام دوت. فعلشان كده يعني كلنا على صغره، يعني السوفت وير انجينيرز يفتوا في الحته بتاعتهم، واحنا ايه كنتورك انجينيرز وسيستم انجينيرز لينا المنطقه بتاعت الانفراستراكشر ان شاء الله باذن الله. انت عارف ليه برضه الانفراستراكشر بقى ليها اهميه دلوقتي الفتره دي؟ يعني غير جزئيه التريننج المهمه اللي احنا يعني الموديل نفسه قام عليها. دلوقتي انت عارف الشركات زي اوبن اي اي، جوجل، العتاوله يعني دلوقتي الموجودين في الجزء بتاع اللارج لانجوج موديل. كانوا زمان بيعتمدوا على موديل اللي هو البي تو سي، البيزنس تو كونسيومر. انا هبيع لك سبسكريبشن ده مثلا $20 في الشهر وخلاص، يعني احنا ايه هنحاول نمشي الدنيا بالطريقه دي. بس الموديل ده طبعا كان يعني خسرهم كتير. يعني في صح، الاخر صح. كميه الناس اللي دخلت في السبسكريبشن كبيره. وغير كده كانت اوبن اي اي جت فتره كانت بتخسر حوالي $600 مليون. انت متخيل خسرت في سنه واحده $600 مليون بكميه الاكونتس اللي هي عماله بتعملها والناس اللي عماله بتعمل تريننج عليها. فبداوا يتحولوا الموديل اللي هو البيزنس تو بيزنس او البي تو بي. بداوا يبيعوا المودلز دي لحد تاني او لشركات تانية، فاحتاجوا داتا سنتر. بقى في دلوقتي احتياج كبير قوي ان انت تبقى عندك انفراستراكشر كبيره في المكان اللي انت هتروحه عشان تعرف توصل عليه الاي اي موديل بتاعك. فهو جزء الانفرا ده ما بقاش دلوقتي يعني وقت التريننج، بقى كمان وقت حاجه اسمها الانفرنس، وقت اللي هو الفرونت اند صح، بتاعنا شكله ازاي. صح، فمش عايز صح. اطول عليك، بس في الموضوع ده شكله زي احنا اكيد في تفاصيل كده ندخل عليها. فما تقول لنا كده بالظبط ايه الحاجات اللي احنا هنتكلم ان فيها، شاء الله او باذن السيريز الله. دي ان شاء الله هتبقى متقسمه ازاي. طيب، زي ما اتفقنا بإذن الله السيريس دي إن شاء الله هنحاول إن إحنا نتاتش بيز كل النقط اللي ريليتد إن شاء الله للداتا سنتر انفراستراكشر أو الاي اي ريدي داتا سنتر انفراستراكشر. من أول إن شاء الله الجي بي يوز. ليه الجي بي يوز؟ ليه الشيفت من السي بي يو للجي بي يو؟ إزاي دلوقتي إن في تحول في الداتا سنترز، إن السمولست سيل جوه الداتا سنتر ما عادتش زي زمان السيرفرز. دلوقتي ممكن يبقى الراك ذات نفسه كله على بعضه. وهنتكلم ليه عملوا الفكره بتاعت ان السمول سيل تبقى الراك علشان التايت انتجريشن
عارف دلوقتي اي هوريزونتال انتجريشن بيحصل في انتر اوب ايشوز كتيره والكلام دوت. فهو لا، هو عاوز يديك راك كامل يكون خلاص دوت يعني ويل تيستد واوبتمايزد، بحيث ان ايه يديك الفول بيرفورمانس اللي هو ايه بيوعدك بيه. طبعا البايونير في الكلام دوت كله انفيديا. انفيديا بتمثل الوجه الشرير في الايكو سيستم بتاع الاي اي ريدي داتا سنتر. فهنتكلم زي ما في الانفي لينك في اليو اي لينك، واخد بالك. كل حاجه من ناحيه انفيديا بيبقى لها دلوقتي المقابل بتاعها من ناحيه الاوبن ستاندردز. هنتكلم طبعا ايه الفرق ما بين هوريزونتال والفيرتيكال انتجريشنز، ليه دوت وليه دوت، ايه مزايا دوت ومزايا دوت والعيوب. فان شاء الله يعني هنتاتش بيز يعني نقط كتيره جدا جدا باذن الله في حته الاي اي ريدي سنتر ان شاء الله باذن الله. هو في السيريز نفسها هتلاحظوا ان انا وديب بنقعد يعني بنختلف شويه في جزئيه هو انهي افضل، انفيني بند او انفيني بند او انفيديا عامه ولا الاوبن ستاندرد. هو ميال شويه ناحيه الاوبن ستاندرد، انا ميال شويه في الفتره دي ناحيه انفيديا لحد ما الاقي الاوبن ستاندرد فعلا مشي في الطريق ده. فانتوا برضو اكتبوا لنا ايه رايكم في الموضوع، وايه وجهه نظركم في انهي دايركشن شايفينه في الوقت الحالي. انا بتكلم بس على الوقت الحالي، ممكن اي فيندور او اي كاستمر يروح ليه. في حته برضو مهمه عايزين نتكلم عليها، هو احنا هنتكلم على انفرا بس مش معنى كده ان احنا هننسى تماما هو التريننج بيتعمل ازاي. احنا عمرنا ما هنعرف نبني انفراستراكشر غير لما نفهم جزئيه الابلكيشن معموله ازاي اصلا. ليه الحاجه الرهيبه او ليه الماشين ليرنينج انجينيرز بيحتاجوا الليتنسي القليله جدا، يعني اللي هي ما حصلش قبل كده في اي ابلكيشن موجود عندنا مثلا في التيركو كلاود او في الكلاود او في الداتا سنتر. ليه محتاجين الليتنسي القليله دي؟ ليه بيسموا حاجه اسمها لوسلس اي بي فابريك؟ باكت واحده تقع بالنسبه لهم دي مشكله، يعني مش كنا برسنتج، لا بنتكلم باكت واحده ان تقع دي الفاكتور مشكله. بتاع الديلي دلوقتي اتحول من الملي سكند للنانو سكند. يعني النانو سكند ده رقم يعني ما يخطرش في بال حد، محدش يقدر يتخيله يعني. وهو ده حقيقي الفاكتور اللي هم محتاجينه. كواليتي اوف سيرفيس ايه اللي هتعرف تجيب لك حاجه زي كده بالظبط؟ هي دي حاجات كونسبت بقت جديده علينا. فاضطروا يريديزاين الانفرا بالكامل، يعمل تغييرات شيفت بارادايم شيفت كبير جدا في شكل الداتا سنتر عشان يحقق له الليتنسي القليله دي. فواحده من الحاجات اللي احنا برضه هنتكلم فيها، رغم ان احنا هنكفر اكتر حاجه الانفرا، بس هو التريننج نفسه هياخده يعني بيتعمل ازاي. خلينا مثلا ناخد مثال كشركه صغيره او شركه مثلا عايزه تعمل لارج لانجوج موديل، هتعملها ازاي؟ هنعرف حاجات زي البارامترز، الويتس، الاتنشنز، الميكانيزم، الحاجه اسمها الاور ريديوس هي اللي عامله لنا كل المشاكل دي كلها، الجريدينس، الان سي سي ال. سيبكم من الكلام شكله كبير شويه، بس هو فعلا لما تعرف تفاصيله هتعرف هو ليه الجي بي يو بيتصرف بالطريقه دي، وازاي بيجنريت الداتا بالشكل ده، وليه محتاج النتورك عنيفه بالشكل ده. وبرضه لازم نكمل الموضوع ان احنا نعرف ايه الداتا سنترز الكبيره اللي بقت موجوده النهارده يعني. كلنا سمعنا طبعا الاخبار بتاعت مثلا السعوديه، الانشيتيف بتاعت هيومين او داتا سنتر بتاعت هيومين اللي بتتبني دلوقتي من ارامكو ديجيتال. في الامارات في دلوقتي اعتقد جي 42. امريكا طبعا عندها الستار جيت، اكبر بروجكت موجود حاليا في الداتا سنتر، 10 مليون سي بي يو عايزين يعملوه. فكل دي حاجات يعني يعني ماسيف سكيل بريكوايرمنت رهيبه يعني. فدي حاجات ان شاء الله لازم هنتكلم فيها، ولازم هندخل فيها في التفاصيل واحده واحده. بس هو انا ممكن يعني سؤال بقى، يعني هو ليه ما ينفعش الداتا سنتر الحاليه اللي احنا فيها او اللي في ايدينا النهارده نعمل لها ابجريد وتبقى اسمها اي اي داتا سنتر؟ يعني صح صح ليه صح ليه والله، دايما بقى في نقطة كونسيبت جديد كويسة. اسمه اي اي داتا سنتر لوحده يعني؟ صح صح. اشمعنى دي؟ ليه ما يحصلش ريبيربوس للحاجات الاكزيستنج، ابجريدز مثلا، نعمل سكيل اب او سكيل اوت وخلاص يعني. للاسف الاي اي كلنا ورك بنعمل كده لودز، دايما يعني. بالظبط المانديتس بتاعت الاي اي ورك لودز مختلفة جدا، اجريسيف جدا عن اي تراديشنال ورك لود اي حد اتعامل معاه قبل كده. وهو ده اللي احنا هنتكلم بقى عليه. يعني ممكن مثلا نقول الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله حتة هنتاتش بيز ايه طبيعة الاي اي ورك لودز، وهي دي اللي سببت ان احنا محتاجين يعني فروم كده بوتوم اب ري اركتكشر للداتا سنترز. ده احنا هنتكلم ان احنا محتاجين كولينج بشكل مختلف. الاير فلو كولينج ده انساه خلاص. احنا دلوقتي بنتكلم في ليكويد كولينج ما واون بقاش شيب دلوقتي كولينج. ينفع. اوكي. بالظبط مش سفيشنت ابدا. يعني دلوقتي الجي بي يوز ليها سيرمال ريكوايرمنتس. يعني احنا بنسمع، كنا بنتكلم قبل كده ان في راكات في الاول الديزاين بتاعها كانت بتميل داون. بتميل داون طبعا مش بتميل داون يعني انها بتنصهر حقيقي يعني. بس يعني بيحصل لان انت مش قادر ان انت تبروفايد كولينج سفيشنت ليها، واخد بالك. بتكولابس الباور ريكوايرمنتس مختلفه. كنا بنتكلم دلوقتي مثلا النورمال راكس، التراديشنال راكس ذات نفسها بتتكلم من 3 ل 5 كيلو وات. دلوقتي الاي اي راكس بنتكلم في 120 كيلو وات.
الداتا سنتر ذات نفسها اوكي. كنا بنتكلم في حدود مثلا 60 70 ميجا وات. بدايه الداتا سنترز بتاعت الاي اي بسم الله الرحمن الرحيم 100 ميجا وات وطالع. فلا ارقام رهيبه 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 يعني. ودي برضو من الحاجات اللي ان شاء الله هنحاول يعني نتكلم فيها ان ديتيلز اكتر ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. فمن الاخر كده حتى الفاونديشن بتاع الداتا سنتر اللي هي الباور والكولينج دي ما بقاش ينفع، يعني هي لازم لها نيو ريكويرمنت بنيو ديزاين بنيو انفرا. ده ناهيك عن النتورك، يعني احنا نتكلم حتى على الباور والكولينج، لا ده كمان لسه كمان النتورك اللي ان شاء الله هنتكلم صح عليها. صح صح اوكي صح. تمام. ونقطه برضو تانية مهمه، ان كل الاسبكتس بتاعت الداتا سنتر حقيقي معمول لها شبه ري اركتكشر. يعني السكيل اب ابروتشز مختلفه، السكيل اوت ابروتشز مختلفه. واخد بالك؟ موضوع الدي سي اي كوميونيكيشن ريكويرمنتس، احنا كنا زمان بنتكلم في ال 10 جي وفي ال 100 جي، دلوقتي خلاص ال 800 جي وان شاء الله سون ال 1.6 تيرا. فلا الموضوع 1.6 تيرا صح. بالظبط. فالموضوع دلوقتي اجريسيف جدا يعني وريكويرمنتس ماسيف يعني. لان احنا هنتكلم برضه قدام فكره ان خلاص ما عادش في كلاستر واحده سفيشنت ان انت تران عليها موديل او ان انت تترين عليها موديل. فدلوقتي بيشوفوا موضوع الانتر كلاستر تريننج، يعني يبقى في 2 كلاستر وبيعمل ما بينهم تريننج. فتخيل 2 داتا سنتر مختلفين وبتعمل تريننج لنفس الموديل، وهو لازم الموديل يحس ان هم نفس الداتا سنتر. فده طبعا ريكويرمنتس يعني اجريسيف جدا 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 من ناحيه الانفراستراكشر ومن ناحيه الايه النتوركينج. بالظبط بالظبط بالظبط. فزي ما اتكلمنا كده ان في ريكويرمنتس كبيره جدا للداتا سنترز ان شاء الله باذن الله. فنوعدكم ان شاء الله ان احنا باذن الله السيريس ديت اللي احنا هنحاول ان احنا نخليها 10 اسئله في الاي اي ريدي داتا سنتر. واول سؤال ان شاء الله الحلقه الجايه هنحاول نجاوب عليه باذن الله باستفاضه اكتر، هيكون ليه الاي اي ريدي داتا سنتر باذن الله. فنشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه على خير. وحشتونا ان شاء الله باذن الله، احنا نستفيد من السيريس دي وانتوا تتعلموا معانا باذن الله. ونشوفكم على خير. سلام. ان شاء الله.